ازيكم؟ معاكم دكتور عطية، والنهارده هشرح لكم الفرق بين عمليات التخسيس المشهورة جدا زي تكميم المعدة، تدبيس المعدة، تحويل المسار، شفط الدهون. كل الحاجات دي اللي بتندرج تحت عمليات قاس الوزن او عمليات التخسيس. هشرح لكم الفرق ما بينها لان ناس كتير قوي طلبت مني بسبب فيديو كنت منزله على التيك توك وانستجرام وهنا كمان على اليوتيوب. كنت بادي تعليق فيه على عمليه من عمليات اللايبوسكشن اللي دكتور حسام ابو العطا عملها لكلاينت عنده. فناس كتير سالتني بقى، طب وايه الفرق بين العمليه دي والعمليه دي؟ طب وهل دي بتخسس احسن؟ طب هل دي مناسبه ليا؟ طب هل دي مش مناسبه؟ قررت ان انا يعني اوضح الموضوع بشكل سهل قوي لكل الاعمار، للولاد وللبنات. الفيديو ده مهم جدا للرجاله وللستات اللي عايزه تخس وعايزين فعلا يعني يحسنوا من شكل جسمهم ومن صحتهم. عشان كده لازم تتفرج على الفيديو ده للاخر. هحاول ما اطولش عشان ما تزهقوش. طيب، اول حاجه معانا وهي ايه الفرق اصلا بين تكميم المعده وتحويل المسار، شفط الدهون، الكلام ده كله. اقدر اقول لك ان معظم الناس مش عارفين ده ايه ومفكرينهم بدايل لبعض، ومفكرين هي كلها عمليه واحده لكن مسميات طبيه مختلفه، والدكتور بيخش بيشيل الدهون وخلاص بيجزها كده زي الجزار وخلاص انا هطلع خاسس ومية مية وهاكل بعد كده براحتي ومش هتخن تاني خالص. وطبعا الموضوع ده يعني ضحك على الدقون، ده مثل مصري يعني، والكل العرب اللي مش مصريين فمعناه نصب يعني، هوكس، كلام فاضي. فنركز في اول حاجه وهي عمليه تكميم المعده، واسمها جاسترو اكتومي او سليف جاسترو اكتومي او تكميم المعده. تكميم يا جماعه جايه من كلمه كم وانبوبه، يعني الكم ده مثلا شكله شبه الاسطوانه او الانبوبه. كذلك عمليه التكميم بتاعه المعده فكرتها ان هي بتقص جزء كبير من المعده، بتخليه شكل المعده المتبقي شبه الانبوبه او شبه الاسطوانه، بالمعنى البلدي بقى شبه الكم كده بتاع القميص مثلا. من هنا جاء اسم اصلا تكميم المعده. ده اول حاجه. كلمه اكتومي في جاسترو اكتومي معناها قص او انك بتشيل حاجه، بتقص حاجه، دي في الترمينولوجي الطبيه يعني. احنا بنقص جزء فعلا من المعده، حوالي 70 ل 80% من حجم المعده، فيتبقى حجم صغير جدا زي ما قلنا شبه الكم او شبه الانبوبه. وده بقى خلاص بقى دي الساعه بتاعتك. يعني انت لو متعود انك بتاكل المعده شكلها اللي هو الشكل اللي انتوا بتبقوا عارفينه ده، هحط لكم صوره زي الشكل ده كده، لا هي بقى شكلها عامل كده. ده دلوقتي بقى معدتك، ودي الكاباسيتي او قدره معدتك على ان هي تتحمل اكل او ان هي تهضمه. وطبعا المعده بتفضل صغيره يعني على الاقل لمده 4-5 سنين، بيبقى المريض مش قادر ان هو ياكل كميات اكتر من بضع لقيمات يعني يصلب طوله بيهم، لان هو المعده ما عادتش قادره. انا شلت 80% من المساحه. تخيل انت قاعد في شقه مثلا 100 متر وانا شلت 80 متر كده من شقتك، وبقى عندك 20 متر بس قد الحمام مثلا. بقول لك ده شقتك اقعد فيها دلوقتي. فطبعا هتبقى مخنوق، هتبقى متضايق، مش قادر تخش، مش قادر تدخل مثلا ضيوف اللي هو الاكل في الاوضه الصغننه اللي 20 متر دي، بقى مستحيل يعني. عشان بس الناس اللي بتتفرج من مختلف الاعمار تقدر تفهم الكونسبت اللي انا بتكلم فيه. طب الهدف ايه من فكره تكميم المعده؟ والله يعني سرشت على الموضوع كتير، ومن الخلفيه الطبيه ليا كدكتور صيدلي يعني لقيت ان هو الهدف الوحيد منها هو ان اخسر وزن كبير قوي 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 في وقت قليل جدا جدا، وبعد ما اخس الوزن ده اضمن ان انا ما زدش تاني على الاقل لمده 4-5 سنين، على ما جلد المعده ممكن يسترتش تاني، لان هو جلد مطاطي وفي طبقه مخاط جوه المعده بتغلف كده، يعني بتغلف كده جدار المعده. فالطبقه دي طبعا استرتشي جدا، وانت لو بتفورس ايت يور سيلف بعد مثلا 2-3 بتجبر نفسك انك تاكل، وطبعا بالباد هابتس بقى القديمه بتاعتك بتلاقي ان معدتك كبرت تاني ورجعت لحجمها الطبيعي سبحان الله، وخلايا انقسمت والمعده حجمها كبر بقت يعني زي الاول. فانت بعد 4-5 سنين انت تخنت تاني، انت ما صلحتش العاده اللي بتخليك تتخن، لا اخدت الطريق السهل. فبيبقى الهدف الاساسي من العمليه دي ان انت تخس بسرعه وتمنعك من ان انت يبقى عندك شهيه او ابيتايت للاكل عشان تزيد في الوزن تاني. بلس انها بتقلل برضو من هرمون الجريلين اللي هو هرمون الجوع، اللي لما بينور كده لمبه في المخ، هرمون الجوع يا حاج مخ. نعم يا معده، انا جعان دلوقتي. طيب ايه اللي يثبت لي انك جعان؟ خد عندك هرمون الجريلين. يعني يا ريت تكونوا فهمتوا. فلما هرمون الجريلين بيقل لانه ما عادش بيتفرز في المعده زي الاول، لان احنا قصينا جزء كبير منها، احساس بالشبع اسرع بكتير جدا هرمونيا وفسيولوجيا، لان انت قصيت جزء من المعده اوريدي. طب هي مناسبه لمين؟ والله هي مناسبه للاشخاص اللي عندهم سمنه مفرطه، اللي عندهم 120 كيلو بلس، 150 كيلو بلس. خلاص انت ممكن تعمل دايت، وممكن تعمل تمرين، وممكن تمشي على مكملات وتاخد GLP-1 اجونستس زي الساكسندا، المونجارو، الاوزمبيك، ممكن كتير.
بس الموضوع هياخد وقت وانت طبعا ما بتصبرش ومستعجل. فعشان كده يعني هيبقى قدامك فكرة العملية بس. كم الناس اللي بتروج لها بقى رهيب جدا، والماركتنج ليها على التيك توك وعلى انستجرام بقى عالي قوي. فانت هتحس ان كل الناس بتعملها اهو الا انا. فطب ما اعملها يعني، ما الناس عايشه زي الفل وخست وبقت مية مية. للاسف لا، لان ما حدش هيقول لك انا خدت قرار غبي، انا قصيت جزء من معدتي، انا دخلت مشرط في جسمي. فانت هتلاقي ان اي حد عمل عمليه ومش مستريح معاها او ندمان عليها مش هيقول لك والله ده انا صرفت 150 180 200 الف جنيه يعني 4000 دولار ويعني ما جابتش نتيجه. مفيش حد يحب يعترف بخيبته. خلينا واقعيين مع بعض ان العمليه دي يعني مؤذيه ليك برضو، مش كلها فوائد، ما فيهاش سحر يعني، اكتر مما هي مفيده. الا لو في خطر على حياتك، لو انا خلاص عندي ازمه قلبيه، عندي جلطات، عندي بسبب وزن الزايد، الكوليسترول الزايد، الدهون الزايده، لا انا لازم فعلا اشيل الدهون اللي في جسمي دي باي شكل، ولازم فعلا اخس. يعني ضغط الدم والكوليسترول بيتحسن نوعيا، وطبعا بتبقى ماشي على ادويه كتير بعد العمليه. يعني ما يبقاش فيه تغيير كبير قوي في الامتصاص بتاع الفيتامينات، لانك بتفضل ماشي على الفيتامينات لمده طويله، مش زي العمليتين التانيين اللي انا هتكلم عنهم بالتفصيل دلوقتي. طب العيوب ايه؟ طيب في ناس بتقول لك هي irreversible، يعني جسمك او معدتك ما ينفعش ترجع تاني، وفي ناس تقول لك والله لا ده ريفرسبل، ف يعني ممكن معدتك ترجع تكبر وتسترتش تاني. فرق من واحد للتاني وعلى حسب انت قصيت جزء قد ايه. في ناس بتقص 50% 60%، ناس 80% من المعده. يعني دي فيها كلام شويه. طبعا بيبقى في مشاكل كتير زي اسهال وامساك، وممكن يجي لك ارتجاع او جرد، جاسترو اسوفيجال ريفلكس ديسيز، او ارتجاع المريء. بتحس طبعا في نار كده هنا في المجرى بتاع البلع، ده عرض يعني مشهور جدا. وطبعا محتاج تلتزم بدايت معين بعد العمليه. ايه بتقول يا دكتور عطيه؟ هتلتزم بدايت معين بعد العمليه. والله يا حبيب قلبي، يعني كده كده هتعمل دايت. ليه بقى ما تعملش دايت من الاول وتخس اكبر قدر من الدهون تقدر عليه بدل ما تخش العمليه؟ وجايز يا سيدي لو خسيت خليك صايع بقى. الحته دي ما حدش يقولها لك غيري، لان انا مش دكتور تجميل، فانا مش بسترزق من الموضوع ده. جرب تخس اكبر قدر ممكن من الدهون الاول طبيعي. جرب الجي ال بي 1 اجونست، اللي هي الزمبكس، الساكسندا، المونجارو، الكلام ده، اللي هي ادويه النوع التاني من السكر والكلام ده. يعني هتسد شهيتك شويه. جرب تنزل الجيم، جرب تلعب كارديو، جرب كذا حاجه، وممكن في النص توصل لمرحله الرضا. والله انا شكلي اتحسن شويه، ما عادش في ترهلات كتير. التثدي مثلا اللي كان عندي لا قل خالص اهو. معدتي بقت يعني فلات شويه، يعني ما عادتش باظه بقى، ما عدتش عارف اقفل الحزام من القميص. فاهمين قصدي؟ فليه تخش على طول جري على العمليات؟ خد يا دكتور هات الالاف من الجنيهات وشيل لي جزء من معدتي بسرعه. مش حاجه ذكيه يعني، خليك صايع. تاني عملية معانا وهي تحويل المسار أو الجاستريك باي باس، يعني بيتحول مسار الأكل من المعدة على طول للأمعاء. هي من الآخر عملية بنصغر فيها المعدة، بنوصلها مباشرة، يعني نخليها كونكتد بالانتستاين أو الأمعاء. والأمعاء طبعا في منها الأمعاء الدقيقة سمول انتستاين، واللارج انتستاين أو الأمعاء الدقيقة اللي هي منها بقى القولون والمستقيم الريكتم، وبينتهي طبعا بالشرج أو الإنس. احنا لما بنصغر حجم المعدة بنوصلها بالأمعاء الدقيقة على طول، اصلا كميه الاكل بتقل، وقدره الامعاء على شغلها. الامعاء فكرتها ان هي بتابسورب النيوترينز او المواد الغذائيه. انت لو قدرت انك تقلل من امتصاص المواد الغذائيه دي والعناصر الغذائيه المايكرو نيوترينز من المايكروفيلاي اللي موجوده في الانتستين او الامعاء الدقيقه، فالامعاء قدرتها على امتصاص الاكل بتقل. يعني مش هتمتص سكريات، يعني مش هتمتص عناصر كتير، فانت بالتالي هتخس لان جسمك مش مدرك اصلا ان هو دخله اكل معين. يعني جسمك كده كانك بتغفله، لو بص انا هاكل، انا ما اكلتش، انت ما تعرفش ان انا اكلت. ليه يا عم؟ عشان انا عامل لك تحويل مسار، انت ما تعرفش، انا اذكى منك. بس دي الفكره، انت بتحتال على جسمك. يعني هدف منها بيبقى انك تقل في الوزن زي ما قلنا، وبلس بتقلل من امتصاص عناصر غذائيه كتير، واهمها طبعا السكريات، لان هي بتبقى كالوري دنس فود، او الاكل اللي كمياته صغيره سعراته كتيره جدا والكالوريز بتاعته كتيره جدا. الموضوع بتاع الخسسان ده يا جماعه عباره عن كالوريز حسبه. انت بتاكل اقل من اللي بتحرقه، او بتاكل كتير قوي بس بتحرق اكتر. عشان كده مهما اكلت
هتفضل برضو محافظ على شكلك. طيب لو عايز اخس، والله لازم اكل اقل من اللي انا بحرقه عشان اخس. طب عايز ازيد في الوزن، الناس النحيفه، والله هاكل اكتر من اللي انا بحرقه عشان الكالوري سيربلس او السعرات الزياده تزودني في الحجم. طب انا مش عايز ازيد دهون، انا عايز ازيد عضلات، والله انزل الجيم، العب سباحه، العب كره قدم، العب سله. هو انت لازم تعرف الجسم ان العضلات شغاله عشان الغذاء يروح لها. لكن الجسم ماشي يعني بقاعده يوز ات اور لوز ات. لو مش بتستخدم عضلاتك جسمك هيعمل فيها ضمور او مثلا اتروفي. ما بنستخدمهاش. الراجل ده مش بيشيل دمبلز، الراجل ده مش بيلعب تمارين، الراجل ده مش بيجري. ليه اودي اكسجين واكل وغذاء لعضلات الدراع والكتف والشيست والرجلين؟ ليه يعني؟ ملهاش لازمه. فاهمين الفكره؟ العمليه دي، عمليه تحويل المسار دي، لمين هي؟ بتبقى للناس اللي وزنهم عالي جدا جدا، زي ما قلنا 120 كيلو بلس، 100 كيلو بلس، 150 بلس، 200 ممكن برضو. ممكن تفرق في حاجه واحده بس، وهو لو انت مريض دايابيتس او مرض سكري. لو عندك سكر النوع الاول او النوع الثاني، النوع التاني ممكن تخف منه لو عملت تحويل مسار. زي ما قلنا امتصاص السكريات بيقل، انت بكده اتحايلت على جسمك مش مدرك بكميه الشوجر او جلوكوز اللي داخلاله، مش بيمتصها، فمش هيدخلها الخلايا، فالخلايا مش هتتشبع بالسكر، فانت هتخف من مرض السكر النوع التاني. وطبعا يعني بتقلل من شهيتك، لان انت يا باشا انت قعدت تلعب بقى هنا، فاهم؟ فخلاص يعني كده كده هتخس. تالت واخر عمليه هي اللايبوسكشن او شفط الدهون، ودي يعني معظم المودلز، معظم المغنيين ومعظم المشاهير بيعملوها. وهو انا مش هلعب في جسمي، مش هدخل مشرط، مش هدخل منظار، مش هخش اوضه العمليات، او والله انا هخشها برضو، بس انا هشيل من على الوش الدهون اللي من على الوش كده، انا هشيلها، هشيل اللي في الدراع، اللي في الكتف، اللي في البطن السفليه، اللي هي المنطقه اللي فوق المثانه دي، من الفخاد، من المؤخره. وبالنسبه للستات بقى، في ناس يعني بيشيلوا من معدتهم مثلا، بيعملوا لايبوسكشن، بيشيلوا دهون من معدتهم ويخلوا الدكتور يزرعها تاني في المؤخره، فيبان شكل المؤخره دائري اكتر، شكلها جذاب اكتر، مغري اكتر. فالستات طبعا مين اللي مش عايزه تبقى مؤخرتها كبيره يعني، او شكلها مرسوم؟ دي اصلا عمليه مشهوره اسمها BBL او برازيليان بات ليفت، رفع المؤخره البرازيليه، لان البرازيليين خاصه الستات مشهورين بشكل المؤخره المرسوم، يعني زيهم زي الجينات الستات الافارقه وهكذا. الهدف طيب من اللايبوسكشن ده او شفط الدهون هو نحت الجسم اكتر من خساره الوزن بشكل عام. يعني ممكن وزنك ما يقلش قوي، تبقى مثلا يعني 90 كيلو، بقى تطلع من العمليه وزنك 85 82، يعني خسيت 8 كيلو بس، ممكن تخسهم بالدايت عادي. بس انت قلت والله انا عندي دور مثلا في فيلم معين، انا عندي فرح، انا عندي حاجه عايز يبقى شكلي مظبوط فيها، او طالع على البحر، عندي فوتوشوت لو انت موديل، فيقول لك والله انا اشيل الدهون دي، اروح للدكتور يشفطها وخلاص، يشيلها كده بجهاز سواء فاكيوم بقى، سواء جراحيا، سواء باي شكل. هي مش خطيره قوي الصراحه يعني، بالذات انك ممكن تزيد في الوزن تاني عادي لو اكلت غلط وما مشيتش على دايت. والله انت يعني هتتخن برضو تاني يعني مش يعني انت شلت حاجه من على الوش، ممكن ترجع تاني بسهوله. يعني ده بيبقى كويس قوي للناس اللي اوريدي يعني وزنهم مثلا كويس، ولكن عندهم مناطق عنيده الدهون متخزنه فيها، ودي على حسب الجينات بقى. مثلا في الشكل الهرمي، الرجاله ما بتحبوش ان هو يبقى كتافه مثلا ضيقه كده او قليله ونازل كده بشكل هرم، يعني اللور بادي عنده كبير ويشبه الستات، فطبعا ما فيش راجل عايز ارداف او عايز وسط عريض، فدي بتبقى مناسبه للناس دي. مناسبه كمان للناس زي ما قلنا المودلز وغيرهم والناس اللي بتبقى يعني عندهم دهون في اماكن ما بتروحش بالدايت وبالرياضه، ويكونوا فعلا جربوا ان الدايت والرياضه وما نفعتش، فنقول لك والله ماشي، يعني انت كده بقى حقك انك تعمل لايبوسكشن. لكن ما تخلوش يا جماعه العمليات هي رقم واحد، ما تخلوش انستجرام يهبلكم شكل المودلز والعمليات بتاعت التجميل والكلام ده. يعني ما حدش بينزل العمليه اللي فشلت، كله بينزل العمليه الناجحه بس، تحت دي 100 خط. طبعا كل العمليات دي بيبقى فيه بعدها زي كدمات في اماكن خياطه بتكون وحشه. الستات اللي عملت عمليه مثلا ولاده قيصريه عارفين انا بتكلم في ايه، بقى احساسك مش حلو، حاسس انك في غثيان كده دايما بعد شهر شهرين ثلاثه من بعد العمليه، انك جسمك لسه مش متاقلم، بتاخد مثبطات للمناعه، بتاخد مسكنات، وفكره انك بني ادم تمام وسليم وتبقى ماشي بقى بكيسه مليانه شرايط ادويه ومسكنات وكده، كتير بتجيلي الصيدليه بتشتكي من الموضوع ده. خدوا بالكم من الحته دي يا جماعه. ده كل اللي انا كنت عايز اقوله بخصوص عمليات الجراحات التجميليه الخاصه بانقاذ الوزن، لان الناس بتعملها عشان يبقى شكلها جميل واحسن. ولو مهتمين بالمتابعه الاونلاين معايا، تمرين وتغذيه وادويه، ممكن اعمل لكم كستمايزد بلان خاصه بيكم لكل واحد، طبعا كل واحد له حالته الخاصه،
بعمله نظام تمرين مفصل له، نظام دايت مفصل، نظام سبلمنتس، وعلى حسب قدرتك المادية وعدد الأيام اللي أنت تقدر تتمرن فيها أيا كانت رياضتك، سواء جيم، سباحة، كرة قدم، كرة سلة، غيره وغيره. أقدر أساعدك في القصة دي زي ما ساعدت ناس كتير. بس كده، ما تنسوش تعملوا لايك وقولوا لي رأيكم في الكومنتس وسبسكرايب، وشوفكم في الفيديوهات الجاية. سلام.